السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناة ملح وسكر، معكم أم هاني. أكيد مثل ما تعودتوا علي، إذا بتحبوا الطبخ وبتكون وصفات طيبة وسهلة وبسيطة واقتصادية ومضمونة، أكيد انتوا بالمكان الصح. اليوم رح نعمل أكلة سهلة، أكلة حلا سهلة وبسيطة، وقد ما عملتها بيطلبوها مني دائما. والله يمكن إذا بقلكم ما بتصدقوا، الصينية ما بتطول أبدا أبدا. رح نعملها مع بعض خطوة بخطوة مع كل أسرارها. وما بدنا بس أول شي ما بدنا ننسى نذكر الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله نبدأ وبه نستعين. أول شي عندي ليموني برشتها، وعندي برتقالي كمان برشتها. أخذت شوي من الليمون وشوي من البرتقال، وعندي هون 3 بيضات أنا متأكدة من سلامتهم فحطيتهم 3 بيضات. إذا عنا هون برش ليمون، برش برتقانة، وعنا 3 بيضات. رح نحركهم هيك شوي مع بعض. عنا فانيل، الفانيل ما بنستغنى عنه أبدا أبدا. عندي هالنوعية كتير ممتازة ما بستغنى عنها. أيوة والله. كيفكن أخواتي؟ شو أخباركم؟ بتمنى هيك تطمنونا عنكم بالتعليقات وتدعونا. عن جد والله العظيم الوضع هلأ يعني ببكي. تدعونا هيك إني رب العالمين يطفي هالنيران بقوته وقدرته. هو لطيف رحيم. هوني أنا ضفت معلقة خل وكاسة سكر. أكيد رح نعمل نمورة جوز الهند. ما بعرف إذا حكيت ببداية الفيديو ولا لأ. الفيديو تصوير قديم، بدكم تسامحوني شوي، الإضاءة ضعيفة، ودائما أنا عندي الإضاءة ضعيفة، صرتوا بتعرفوا وضعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هون عندي كاسة زيت كمان رح ضيفها. كمان رح حركن شوي، بس هون كانوا يعني داب السكر تقريبا. رح حركها هيك شوي صغيرة، ما رح تطول. كبايتين لبن أو كاستين لبن. كمان رح حركن منيح. أنا ما ضفت غير 3 بيضات أخواتي، مشان هيك أنا ضفت كبايتين لبن لحتى أعوض شوي. بالعادي بحط 4 كبايات لبن، 4 بيضات، فهالمرة لا، أنا بس ضفت 3 بيضات وكبايتين اللبن ومعلقة الخل مثل ما قلت لكم وكاسة السكر. ورح نحركهم منيح منيح، والزيت حركهم منيح منيح ما يختلطوا مع بعض. هلا هون اختلط السكر وداب، ما بقى معي ابدا ابدا، فضفت كبايتين جوز الهند او كاسين جوز الهند. جوز الهند بيعطيها نكهة كتير طيبة، طيب كتير كتير. انا من النوع اللي بحبه يعني جوز الهند، فلهيك فكترت شوي، حطيت الكبايتين كاملين. عندي كبايتين ونص سميد، بس انا رح ضيفهم هيك شوي شوي بالتدريج، ما رح ضيفهم دفعة واحدة. وعندي الباكنج باودر وذرة ملح. ما بعرف اذا بينت معي كمان وقت ضفت ذرة الملح. هلا هون ضفت الكباية الاولى، هي الكباية الثانية، ورح حرك هيك بس ليختلطوا شوي مع بعض، فبضيف النص الكوب الاخير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هلا هيك اختلطوا منيح، فأنا رح ضيف النص الكوب اللي بقيان معي. شايفين اخواتي هيك حسيت اني طريفة، انا ضفت لها اسا نص كوب، فطلعت تمام. وطلعت كتير كتير طيبة والله. اشتهيتكم فيها، يا ريتكم كنتوا قريبين مني او هيك كنا قراب من بعض لدوقكم هالوصفة. هلا هون انا دهنت الصينية بالطحينة. أنا كتير بحب لنمورة جوز الهند إني أدهن الصينية بطحينة. هلا إذا موجود موجود، إذا ما أو الراشي انتو بتسموها ببعض البلاد بسموها راشي. هلا هون بتحبوا انتو بالطحينة، بتحبوا بس نتفة زيت ورشة طحين، أو نتفة يعني معلقة سمنة ورشة طحين كمان بيمشي الحال. انتو شو بتفضلوا فينكم تستعملوا. فنحن أنا بحب كتير طعمة الطحينة معاها للنمورة أو الراشة. لهيك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا،
دهنت الصينية بالطحينة. هون فينكم تقطعوها وفينكم لا، بس انا هون حبيت اعلمها هيك تعليم مشان زينها بحبات اللوز. طبعا بحبات اللوز تخبوا تحت جوز الهند بالاخير وما كتير بينوا. علمتها هيك وقطعتها. بدنا نحمل الفرن مسبقا على درجة 180 درجة مئوية، طبعا حسب درجة حرارة الفرن اللي إلكن. أحيانا درجة الحرارة بتجي بالفرن قوية كتير، بقى بدنا ننتبه. أنا وسط، يعني درجة حرارته وسط، فبشعل الفرن من فوق ومن تحت شغلة 5 دقايق أو 10 دقايق بيكون سخن. فبحط الصينية تقريبا بتاكل معي 3/4 الساعة من تحت. طبعا ببين معاكم حبايب بضلوا هيك تفقدوا والأطراف بيصيروا شقر. وقت اللي بيصيروا الأطراف شقر فينك تشغلي الفرن من فوق. من فوق ما بتاكل يعني ربع ساعة، على يعني أقل شي ربع ساعة أو 10 دقايق، طبعا حسب درجة الحرارة اللي إلكن، درجة حرارة الفرن اللي إلكن. هون حبيت مثل ما قلت لكم زينها باللوز، فأنا زينتها بكم حبة مثل ما قلت لكم. بتاكل معي 3/4 ساعة من تحت وربع ساعة من فوق. شايفين اللون اللي أخدته كتير حلو. القطر أو الشيرة مثل ما متعرف عليه في بعض الدول. أنا هون نفس التقطيع اللي كنت قطعتها أول، رجعت بس زودت عليها إني مشان تبين معي، لأني مثل ما نكون شايفين بتختفى هي معناها التقطيع. فأنا هون رجعت قطعتها من أول وجديد. القطر 2 سكر وكباية ونص مي أو كباية وربع. يعني أنا ما كتير بحب أضيف مي كتير وأنطر الغاز وهيك، فلا أنا بضيف كباية وربع، 2 سكر، كباية وربع مي. وأكيد يا ملح الليمون، أو إذا ما في ملح الليمون بتضيفوا عصرة ليمون حامض، يعني نص ليمونة تقريبا. وما بدنا نكتر ملح ليمون كتير او عصير ليمون كتير مشان ما يصير القطر حامض. وانا هون ضفت القطر حسب الرغبة. هلا يعني اللي بيحب القطر كتير فينه بيرجع يضيف لقطعته. كمان حبيت هيك رش عليها شوية جوز الهند مثل ما قلت لكم. هاي طريقتي فيها كتير كتير طيبة، والله وقد ما عملتها بيرجعوا بيطلبوها مني وبيقولوا لي رجع اعملي لنا اياها، ومن ما دا وقتها عجبته. هي وصفتي لليوم سهلة وبسيطة، ومن الأكلات الحلوة المرغوبة كتير كتير. يعني عندي هون بالبيت، وأكيد أغلب الوطن العربي بيحبوها. حتى منظرها طلع غير شكل غرام والله. حتى وقت اللي داقوها عندي يعني الكل شهدوا فيها وقالوا أني كتير طيبة. شايفين منظرها بعد ما طلعت القطعة؟ كانت كتير هشة وخفيفة هيك وطيبة كتير كتير. شايفين خفيفة وهشة ونكهتها هيك كتير طيبة. طبعا معلقة الخل اللي ضفناها ما بتعطي أي نكهة، هي مجرد بس إني بتعطيني، بتزيد الطراوة وبتقدر ريحة الزنخة. يعني كتير شغلات بتفيدنا معلقة الخل، وما بتعطي أي نكهة. بتحبوا خل أبيض، بتحبوا خل التفاح، يعني ما فارقة، بس الموجود من البيت فينكم تستعملوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لهون وصفتي حبايبي خلصت. في صبايا سألوني عن روح الخل. حبايبي هلا روح الخل وقت اللي عملنا المخلل مخلل الفليفلة، روح الخل نحن بس بنروح لعند العطار او اللي بيبيع يعني البذور او البهارات او هيك شي، يعني فبنقول له اعطينا روح الخل فبيعطينا روح الخل. روح الخل هو نوع يعني من الخل، بياخدوه بعتقد من التفاح كمان. هو كتير كتير كويس، بحافظ لنا على الخيار وعلى لون الخيار او حتى المخللات بشكل عام. فهاي المعلومات اللي بعرفها عنه بصراحة. نحن بس بنقول له بدنا روح الخل
وهو بيعطينا اياها. وطبعا ما بنكتر منها، هي مجرد معلقة وحدة بنضيفها لكل لتر ماي.